السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم أم محمد أمين للوصفات. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوه. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطريقة ديال المسمن اللي كتجي رائعة وسهلة ومبسطة، بمقادير اللي هي بسيطة وكنخرجوا كمية ما شاء الله، وكيجي كذلك منفوخ وكيجي مورق من الداخل. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي رائع، نتمنى تجربوه وينال الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا من لايك الفيديو، المشاركة في القناة، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وندوزو المقادير والطريقة ديال التحضير. بسم الله. عندي هنايا 4 كؤوس من الدقيق الخاص بالحلويات، ما يعادل 400 غرام، وكأس من الفينو، وعندي ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة من الخميرة بيكنج باودر، ونصف ملعقة من الخميرة الفورية، زائد ملعقة كبيرة من السكر سنيدة. غادي ناخدو واحد الإناء اللي غنعجنو فيه أولا قصرية، وغادي نوضعو فيها النواشف، وغادي نخلطوهم مع بعض حتى ينسجموا. الملح غادي نخليوه حتى الأخير، عاد غادي نضيفوه. هنا غادي ناخد الماء العادي من الصنبور، وغادي نبدا كنعجن. غادي نستمر في العجن كيف ما كتشوفوا حتى كنجمع العجين ديالي كامل، وكندخل هذاك الكميه اللي عندي ديال الماء في العجين. هنايا الماء دخلت هنايا 2 ديال الكيسان بالعبار ديال كاسة العنبة، وانتم راه كتشوفوا على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش. الماء دائما ما تديروش الماء كما درت انا، على حسب الدقيق اللي عندكم. الا كان تيتشرب راه غياخذ لكم كميه اكثر من اللي خدا ليا، ولا كان ما كيتشربش راه غياخذ كميه اقل. غادي نجمع العجين وغادي نضيف الملح، غادي ندخل هذيك الملح في العجين ديالي، وغادي نوضع العجين فوق سطح العمل، وغادي نحاول ندلكو واحد 5 دقائق حتى ينسجموا ليا مزيان ويولي العجين ديالي املس. كيف ما كتشوفوا معايا انا دلكت واحد 5 دقائق. هنا دهنت العجين بالقليل من الزيت النباتيه ووضعته، نغطيوه نخليوه يرتاح. هنايا خديت 2 المعالق ديال الزبده اللي ذوبتها، وضعت عليها القليل من الزيت النباتيه، و2 ديال المعالق ديال السميد الناعم، وغادي نخلطهم مع بعض، وهما اللي غادي نورق بهم. هنا خديت العجين بعد ما ارتاح كيف ما كتشوفوا، وغادي نبدا كنشكل منه كويرات. الحجم ديالهم نتوما اللي كتحكموا فيه، يمكن ديروهم كبار، يمكن لكم ديروهم صغار. انا هنا درتهم متوسطين كيف ما كتشوفوا في الصوره. وكنستعن بالزيت. غادي نكمل الكميه كامله ونرجع معكم. هنايا بعد ما كملت الكميه كامله غطيتها بواحد البلاستيك. هنا خديت الخلطه اللي شاركت معكم ديال الزبده والزيت والدقيق السميد الناعم. غادي نضيف ليها نصف ملعقه صغيره من الخميره بيكنج باودر كيف ما كتشوفوا. غادي نخلطها مع المكونات. صافي غادي ناخذوا الكويره الاولى وغادي ندوزو باش نورقوها. غادي نستعنوا بالزيت، ندهنوا سطح العمل بالزيت، ونوضعوا الكويره الاولى ونحاولوا اننا نسرحوها حتى تبقى رقيقه ويبان لينا سطح العمل. صافي غنستمر بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. انا ما خليتش العجين يرتاح حيت كنت مزروبه واحد شويه، وانتم يمكن لكم تخليوه يرتاح. قد ما ارتاحت العجينه قد ما كتعطينا الطوع وكتجي مورقه اكثر. صافي كيف ما كتشوفوا كنسرحها رقيقه، وغادي ناخذ الخلطه اللي شاركت معكم وغادي ندهن بها الوجه ديال المسمنه.
بعد ما ورقناها. وغادي نبدا نديرها على هذا الشكل مربع مسمن العادي، ولكن راه كيجي مورق وكيجي رائع من الداخل كيف ما غتشوفوا في الصوره. صافي غناخذ كويره اخرى غنعاود معكم بنفس الطريقه. صافي غنستمر بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الصوره، وغادي نستعن كذلك بالزيت. ما تدهنوش ما تستعنوش في التوريق فاش كتكونوا كتسرحوا العجين ديالكم، ما تستعنوش بالزيت عفوا بالزبده باش ما تقطعش لكم العجينه. الزبده كنستعملوها غير في الداخل. صافي وغنستمر بنفس الطريقه. كنديرها على شكل مربع المسمن العادي اللي كنديروه دائما. صافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه الطريقه سهله ومبسطه. كنضيفوا القليل من هذيك الخلطه في الوسط، وكنطويو الطيه الاولى وكنطويو فوقها الثانيه، وكنطويو على هذا الشكل وكنرجعوها بحال مربع. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل. هنايا راني وضعت المقله ثقيله فوق النار متوسطه، ما تكونش البنات مهيله وما تكونش مجهده باش ما يتحرقش لكم. النار دائما تكون متوسطه باش هكا يتورق معنا المسمن. هنايا رشيت المقله بالقليل من الزيت ووضعت فيها المسمنه كما كتشوفوا، وضفت عليها كذلك القليل من الزيت في الوجه ديالها. مباشره فاش كتحطوها غير كتشمع وكتعقبوا تقلبوها عاود، ما تخليوهاش حتى كطيب باش تورق من الداخل وتجي منفوخه ومهويه من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. دائما تبقاو مع الاستمرار في التقليب تقلبوها وتعاودوا حتى كتحمر وكتنفخ وكتجي على هذا الشكل هذا مورقه من الداخل. فعلا النتيجه راها كتجي مبهره وكيجي واحد المسمن اللي مقرمش وكيجي مورق. غنستمر بنفس الطريقه. المقله ثقيله وكندهنها كنرش عليها القليل من الزيت وكنوضع المسمنه وكنرش عليها القليل من الزيت من الوجه ديالها. مباشره بعد ما كتشمع ليا كنقلبها. كنبقى كنقلبها مباشره بعد ما كتشمع كيف ما قلت لكم من قبل، وكنبقى كنقلبها مع الاستمرار في التقليب. وكناخذ واحد سباتيلا وكنبقى نضغط من الجوانب. الا كانت كتنفس المسمنه من الجوانب حاولوا انكم تضغطوا عليها باش هكا كتنفخ. صافي كنبقى نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي شاركت معكم، وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي بعد ما وضعتهم في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات اللي شاركت معكم. شاهدوا معايا كيفاش كيجيو مقرمشين مقرملين وحمرين محمرين مزيان على حقهم وطريقهم. وهنايا غادي نقسم معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. شاهدوا معايا راه كيجي مورق وكيجي مقرمش، ما تشبعوش منه. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا من لي لايك والمشاركه في القناه. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وفرجه ممتعه. خليت لكم الراحه.